أنا الغلطان إني لغيت الفرح وسحبت عربون القاعة قبل الفرح ب 48 ساعة؟ أنا شاب عندي 32 سنة، كنت داخل على الجواز بعد قصة حب دامت 2 سنين، وكل حاجة كانت ماشية مثالية. حجزنا القاعة، حضرنا كل التفاصيل، ودفعنا عربون كبير، والعيلة كلها كانت عايشة أجواء الفرح. كنت شايف نفسي بدأت حياة جديدة، لحد ما حصل اللي قلب كل حاجة. قبل الفرح ب3 أيام خطيبتي بقت غريبة، توتر، مكالمات كتير، وبتخرج لوحدها بحجج مش مقنعة. سألتها، قالت لي ضغط عادي قبل الفرح. حاولت أقتنع، بس إحساسي كان بيقول إن في حاجة غلط. قبل الفرح ب 48 ساعة بالظبط جالي مسج من رقم غريب: لو عايز تعرف الحقيقة تعال العنوان ده. في الأول تجاهلت، لكن الفضول غلبني. رحت، واللي شفته هناك خلاني مش شايف قدامي. خطيبتي واقفة قدام شقة وبتفتح الباب بمفتاح. دخلت وراها بهدوء، لقيتها مع واحد، مش مجرد معرفة، واضح جدا إن بينهم علاقة قديمة ولسه مستمرة. حسيت إن الأرض اتسحبت من تحتي. طلعت من غير ما تحس، وأنا خلاص خدت قراري. تاني يوم الصبح رحت القاعة وألغيت الفرح وسحبت العربون. الدنيا اتقلبت، أهلها اتصلوا، أمي انهارت، وكل الناس بقت بتسأل إزاي تعمل كده قبل الفرح بيومين؟ وهي طلعت تحكي رواية تانية، قالت إني أنا اللي جبان وإني هربت في آخر لحظة من المسؤولية. ما قلتش الحقيقة، سكت، لحد ما جه يوم كان المفروض يكون يوم الفرح. الناس كانت مستنية، القاعة فاضية والأسئلة مالية المكان. وفجأة واحد من قرايبها جالي وقال: أنت عارف إنك بوظت خطة كانت متحضرة من زمان؟ بصيت له باستغراب. قال: هي ما كانتش ناوية تكمل معاك أصلاً، كانت هتتجوزك وبعدها بفترة قصيرة تخلعك وتاخد نص كل حاجة، وكل ده متفق عليه بينها وبين الشخص التاني. اتصدمت. يعني إيه؟ قال: أنت كنت مجرد خطوة مش النهاية. وقتها بس فهمت إن قراري ما كانش تهور. أنا ما لغيتش الفرح، أنا لغيت كارثة كانت هتدمر حياتي. لكن لحد دلوقتي الناس شايفاني الشخص اللي هرب قبل الجواز، ومحدش يعرف الحقيقة. فالسؤال بقى، هل كنت غلطان عشان سحبت العربون وأنقذت نفسي؟ ولا كان لازم أتكلم وأفضح كل حاجة؟